إلى سماحة الإسلام وإلى صحة هذا الدين، وإلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كما أرسل إلينا عليه الصلاة والسلام. أنا أتحدث من هذه الزاوية. هل قمنا بذلك؟ هل أقيمت مؤتمرات وندوات ومحاضرات في هذا الباب؟ هل قمنا بالزيارات لمناقشة مثل هذا الموضوع، نقاش أخوي؟ هذا الذي أتحدث. باسمكم جميعا أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حياة سلمان ضيفي الدائم، وكفى به من ضيف حول مناقشة هذا الموضوع. أسأل الله تعالى أن يفتح عليه وعلينا جميعا، وأن يهدي إخواننا نصارى إريتريا إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بك شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بك. موضوع بصراحة عجبني، دور علماء إريتريا في دعوة إخواننا النصارى. نحن عشنا في الحقيقة في فترة 50 سنة، ونعيش دائما في انتبهوا من النصارى، احذروا من النصارى. صحيح هناك تعايش، لكن هناك أيضا تنبيه وتحذير، ولا ترتاحوا ولا تطمئنوا، ربما لبعض الحروب التي كانت بين النصارى والمسلمين. لكن هذا الطرح، دعوة النصارى والتعايش معهم وبيان ما يتعلق بحسن دعوتهم لم يطرح كثيرا، كما أنا حقيقة لا أريد أن أعيد أن أكرر. نريد بادئ ذي بدء تاريخ نصارى إريتريا، من أين جاءوا وكيف فعلا بقوا في إريتريا، وكم نسبتهم وكم عددهم، وما هي المذاهب التي يعتنقونها. إلمام بادئ ذي بدء، ثم سندخل في عمق الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. منطقة الحبشة، والتي جزءا منها إريتريا، التي تسميتها بهذا الاسم اسم حديث لكن هي جزء من المنطقة ككل. ارتبطت بالديانات الثلاث، ارتبطت باليهودية وارتبطت بالنصرانية وارتبطت بالإسلام. ارتبطت باليهودية من وقت مبكر، ربما من الفترة السليمانية من ناحية تاريخية، وهنالك الكثير منها، ولذلك كانوا في يهود في المنطقة، وكما تعرف موضوع الفلاشة وإلى يومنا هذا يشكلون حالة على كل في الكيان الصهيوني مثلا. ثم دخلت بعد ذلك النصرانية في بدايات القرن الرابع ونهايات القرن الثالث، يقال بواسطة الشابين من الشام. شابين من الشام يبدو أخذهم الموج إلى سواحلنا هناك، وفي تلك الفترة دخلت النصرانية واعتنق الناس هنالك النصرانية. جميل. وبالتالي يمكن أن نقول بأن تاريخ النصرانية في المنطقة أقدم من تاريخ الإسلام بما يقارب 3 قرون تقريبا، إذا اعتبرنا أن والله الإسلام كان في القرن السابع وهذول كانوا في القرن الثالث، 300 إلى 400 سنة. هذا هو تاريخ النصرانية في المنطقة. 300 سنة تقريبا 300 سنة. لكن هم في كتبهم يقولون بأنه متجذر آلاف السنين، آلاف السنين لما ينظروا إلى الحالة اليهودية. لكن ليست آلاف السنين، لأن هي القصة كلها من عيسى إلى هنا نحن ما كملنا 2000 أو 2000 شوية. فهي القضية خلينا نحسب لها من تاريخ دخول هي من لحظة ربما أنا خلطت بين اللغة التجرينية لا أو بين النصارى. لا اللغة دي اللغة لوحدها. نعم، اللغة هي آلاف السنين. نعم. لكن الدين النصراني فهو 400 سنة تقريبا. نعم، اللغة نفسها ستظل في النهاية مرتبطة أيضا بالهجرات اليمنية وغيرها جميل. نعم. ثم بعد ذلك جاء الإسلام، وارتبطت الذاكرة عموما، الذاكرة الإسلامية في أرض الحبشة ارتبطت بتاريخ جيد ومجيد ومريح صح التعبير، وهو أن تتحول الحبشة بنصرانيتها وبملكها النجاشي في تلك الفترة، وهنا نتكلم عن إريتريا كاملة تقريبا كانت جزء من هذا الكيان. صحيح. كاملة
بينما ليست كل إثيوبيا في تلك اللحظة كانت جزء من هذا الكيان. هذه طبعا واحدة من فإريتريا يحق لها أن تقول الحبشة بارتياح. أي هذه ما فيها إشكال يعني. لكن ما الذي تخرجه من مسمى الحبشة من أثيوبيا؟ هنالك مناطق كثيرة لم تدخل في التاريخية، لم تكن جزء من مملكة أكسوم الحبشية المعروفة. خاصة أنت كل ما اتجهت جنوبا، المناطق الجنوبية الجديدة لإثيوبيا، الدولة الأثيوبية لم تكن جزء من الحبشة، ولم يحكمها أصلا النجاشي الذي نتكلم عنه. بينما البحر كاملا، السواحل البحرية هذه كلها داخل إريتريا وما بعدها، هذه كلها كانت من مقالة، من أكسوم، هذه كلها داخلة في الحبشة. داخلة في الحبشة، وبالتأكيد شمال إثيوبيا داخل الحبشة أيضا، يعني بنفس الطريقة اللي هي منطقة تيغراي مثلا كاملة، هذه تيغراي كامل داخل الحبشة. تمام. نعم. الذاكرة الإيجابية التي أنبه إليها هو أن الإسلام عندما دخل وجد الإيواء، ومن هنا تنشأ نقطة إنه والله النقطة الإيجابية، متى ما وجد نظام سياسي ليست له حساسية من الآخر ولا يتعامل معه بمنطق العداء من الوهلة الأولى، بتجد الأمور هادئة. جميل. ويمكن أن يكون الحوار، ويمكن عادي، ممكن بعد كده خلينا نقول المسلم يمكن يمشي لهناك والنصراني يمكن يجي لهنا. يعني جدهم أصحم النجاشي نعم استقبل الصحابة نعم. وآواهم وحماهم، بل وأسلم في نهاية المطاف. نعم. ولكن كانت فترة، على الأقل هذه الفترة، فترة تعايش فيها الإسلام مع نظام سياسي، في حتى والنجاشي مسلم، لكن النظام كان نظام إيه؟ نظام غير إسلامي. يعني النجاشي نفسه كان على رأس نظام، في النهاية القساوسة والوزراء والأمور هذول على نصرانيتهم، كلهم على نصرانيتهم. نعم. لكن كل هؤلاء لم يكونوا في مشكلة مع النجاشي في أنه لماذا استقبل المسلمين، ولماذا تقبل هذا الدين الجديد، ولماذا حماهم، ولماذا لم يسلمهم كما يقولون إلى قومهم. كل هذا في الذاكرة على الأقل الإسلامية يعطي انطباع بأنه والله يا أخي هذه الأرض اللي هي أرض الحبشة مرتبطة بحماية هذا الإسلام في بدايته، وفي نفس الوقت مرتبطة أيضا بأن وصول الإسلام إلى هذه المنطقة قبل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الارتباط موجود فيه. ثم بعد ذلك تطورت طبعا الحالة، ودخلنا في اللي هو نشوء الإمارات الإسلامية في السواحل البحرية مثلا. وهذه طبعا طبيعي، أول ما تنشأ سلطة سياسية وتقابلها سلطة سياسية مغايرة لها ثقافتها ولها دينها ولها هويتها، فطبيعي أن يكون هنالك حالة إيه؟ قبل أن ننتقل لحالة أخرى، أنا أحب أن أقرأ هذه الآية التي يعني ذكرت أصحم النجاشي بخير، ومعظم المفسرين على أن المقصود بهذا كلام النجاشي أصحم رحمه الله وتقبله. نعم. قال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. معظم المفسرون على أن المقصود بهذه الآيات نزلت في أصحم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم. فهذه تعطيك صورة على الأقل مدونة في كتاب الله عن طبيعة اللحظة التي كان فيها الصحابة مع أصحمة، وطبيعة القساوسة الذين استمعوا إلى التلاوة وإلى القرآن الكريم الذي كان يتلوه جعفر بن أبي طالب. أما بالنسبة للمذاهب التي سادت في المنطقة تاريخيا، المذهب الأقدم هو المذهب الأرثوذكسي، يعني اعتبارا للكنيسة الكنيسة الشرقية بشكل عام، وظلت مرتبطة تارة بالحبشة اللي هو إثيوبيا وتارة بمصر، فكانت دائما بهذا الشكل، يعني فيها الارتباط ما بين الكنيسة المصرية اعتبار الكنيسة الأرثوذكسية. لكن بعد فترة مع دخول الإيطاليين مثلا دخلت الكنيسة الكاثوليكية، ثم دخلت بعد ذلك أيضا الكنيسة البروتستانتية، وهذه تعتبر مذاهب حديثة. لكن الكنيسة الأعرق والكنيسة الأقدم التي تعتبر على الأقل الآن اللي تشكل أكثرية وعمدة النصرانية في إريتريا هي الكنيسة الأرثوذكسية، ولا زالت طبعا موجودة برموزها وبقياداتها.
جميل، جزاك الله خير شيخ حسن. فهمنا إذن أن لديهم تاريخ ضارب إلى 400 سنة في إريتريا. قبل الإسلام. طيب قبل الإسلام. قبل الإسلام. نعم. 400 سنة قبل الإسلام. فإذا أضفنا إلى 400 سنة نعم. 1400. نعم. فإذا وصلنا تقريبا قرابة 1800 سنة. 2000 سنة تقريبا وصلنا. فهذا حقيقة تاريخ وعمر كبير يدل على أهمية، يعني حقوقهم، على أهمية أن لهم حق في هذه الأرض. طيب الآن طبعا هؤلاء على دين النصارى، ودين النصارى بلا شك أن الإسلام وضحه، القرآن الكريم وضحه أنه دين انحرف، وليس هو على دين الذي يريده الله سبحانه وتعالى كما هو معروف في ديننا. نريد يعني لمحة بسيطة حول هذا الموضوع. لماذا نحن ندعوهم إلى الإسلام؟ لماذا ندعوهم إلى الإسلام؟ لماذا نريد لهم الخير؟ لماذا نريد لهم الخير؟ تمام؟ بعد ذلك سنتطرق إلى موضوع هل دعوتهم واجبة أم مستحبة؟ سنأتي على هذا. لكن قبل أن ندعو إلى هذا الموضوع نريد أن نتحدث كما تحدثت وتحدثنا في حلقات مقاصد الذكر الحكيم عن التوحيد وأهميته، أن الله عز وجل واحد لا خالق سواه ولا شريك له سبحانه وتعالى. هذه الجزئية كافتتاح مهم جدا. أين يكمن الضلال في موضوع أهل الكتاب؟ طبعا أخطر حالة أو أخطر ظاهرة انحراف في التدين حسب قراءتي وحسب كذلك السرديات القرآنية الموجودة، أخطر ظاهرة انحراف في التدين هي الظاهرة النصرانية بلا نزاع. يعني كل الأديان كان تحصل فيها انتكاسات، كان يحصل فيها عودة إلى الإشراك بالله، كان يحصل فيها خروج عن الشريعة، هذه كانت الوضعيات. لكن لم يحصل أن انتكست رسالة توحيدية قائمة على أساس التوحيد وقائمة على أساس نزول رسالة من الله كذا، لأن تتحول إلى ظاهرة مناقضة تماما لطبيعة ما أرسل به الرسول. ليس في إنه والله لا يشرك بالله، بل في التصور عن الإله نفسه. هذه أسوأ أنواع الضلال. يعني مثلا المشرك أحيانا يكون عنده صورة واضحة أن الله في عليائه وهو يشرك معه وسائط آخرين. نعم. أيا كان، يا كانوا ملائكة أو كانوا جن أو كذا، وحجته في ذلك غالبا أن والله يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، غالبا يريد أن يتقرب إلى. أما النصرانية فخللها أنها مست جوهر التصور حول الإله. فالتوحيد قائم على أساس أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لم يلد وأنه لم يولد وأنه لا صاحبة له. فالصورة هذه على وجه التحديد يعني يمكن أن نسميها انحراف في التوحيد على مستوى تصور الإله، وليس حقوق الإله أو حق الله على عباده، لا، حول التصور الأساسي. وبالتالي النصرانية مشكلتنا معها ليست إنه والله حق الله على عباده أو حق العباد على الله، بقدر ما هي المشكلة ابتداء حول تصحيح التصور عن الإله، بحيث والله نخرج من دائرة التثليث، نخرج من دائرة تأليه الابن كما يقولون، ونخرج من دائرة التثليث اللي هو الأب وروح القدس. طيب باختصار، نعم، ماذا يقول النصارى في عيسى عليه السلام وفي مريم عليها السلام، وماذا يقول القرآن؟ أحسنت. القرآن الكريم صورته واضحة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا هو الله، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الإله بهذا التصور هو الذي يعبد، هو الذي يقصد، هو الذي يدعى، هو الذي يرجى. طيب ماذا يقول في عيسى؟ بالنسبة لعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، نعم، وكلمته ألقاها إلى مريم، نعم، وروح منه. نعم. إذن عيسى يعني القرآن لا ينكر عيسى. بالنسبة لنا القرآن يكفر من لا يؤمن بعيسى، يكفر من لا، ويكفر من يتهم مريم، ويكفر من يقول بأنها زانية. هذه كلها بالنسبة لنا هذه
فمريم بالنسبة لنا عفيفة، نعم. طاهرة، نعم. صالحة، صديقة، أنجبت هذا الابن، أنجبت عيسى عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى من خلال بعث الرسول الذي أتاها كما جاء في سورة مريم ونفخ فيها بأمر الله سبحانه وتعالى ليتشكل عيسى عليه السلام. نعم. هذه الصورة بالنسبة لنا. هم بالنسبة لهم إشكاليتهم يرون بأن عيسى ابن الله. عيسى ابن الله. طيب نعم. لما تثبت البنوة معناها أثبتت التبعيض. هذا الابن بعض الإيه؟ بعض أبيه. صحيح. مش كده؟ نعم. أثبتت البنوة معناها أثبتت أن الابن بعض أبيه. طيب نعم. بعض أبيه انتقلت مباشرة هذا الابن ليكون إلها، وبالتالي الرب موجود عندهم كما هو، لكن هنالك من تبعض عنه وهو عيسى عليه السلام، والثالث هو روح إيه؟ روح القدس. نعم. هذا التثليث شكل عندهم الآن التصور عن الإله الذي لم تعرفه البشرية من قبل. جميل. لاحظ، لم تعرفه البشرية من قبل، وبالتالي أعطوا عيسى عليه السلام منزعا إلهيا، يعني أعطوه بدل كما يقولون هم الآن في كما يقال في الفلسفة اللي هو الناسوت واللاهوت، فبدلا الناسوت اللي هو ما ينسب إلى الإنسان أعطوه صفة اللاهوت اللي هو الإله، وبالتالي حلت روح الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام، فعيسى نفسه فيه إيه؟ خاصية الإله، وبالتالي إن لم تؤمن به بهذا الشكل فأنت لن تكون إيه؟ لن تكون مؤمنا. من هنا تأتي المفارقة الكبيرة بيننا وبين النصرانية. وطبعا الإسلام كان واضحا والقرآن كان واضح: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. نعم. ذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة. نعم. وذكر مريم عليها السلام 33 مرة أو 32 مرة. نعم. وهناك سورة خاصة باسم مريم عليها السلام، وهذا يؤكد أن الإسلام يعني يشيد ويعظم عيسى عليه السلام، ويشيد أيضا ويثني على مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن ليست هناك عداوة بين الإسلام وعيسى عليه السلام، ولا بين الإسلام ومريم، وإنما كما تفضلتم هناك مكانة كبيرة. من كفر بعيسى ومن لم يؤمن بعيسى كرسول فهو كافر والعياذ بالله. الخلاف الذي بيننا وبين النصارى أن النصارى يعبدون عيسى. نعم. يعبدون عيسى، يعدونه إلها. يعدونه إلها. نعم. وكذلك يعبدون مريم. نعم. مع الله عز وجل طبعا. نعم. هناك من النصارى من هو موحد، ما خلافنا معهم، هم يعبدون الله ولا يعبدون عيسى. أحسنت. نعم. طبعا هذه اللي كنت أريد أذكرها، يعني النوع الأول خلافنا معه حول التصور حول الإله، ثم ما يجب تجاه هذا الإله. النوع الآخر اللي هم كانوا الأروثيين، وسبحان الله يبدو أن النجاشي كان من هذه الطائفة. هذه الفئة خلافنا معهم أن عيسى عليه السلام جاء برسالة في مرحلة تاريخية معينة، والرسل يتتابعون ويسلم كل واحد منهم الراية للذي بعده. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أي نصراني لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ابتداء كفر برسالة عيسى الذي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذي أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بمحمد إذا بعث. فهؤلاء معنا خلافنا معهم في الرسالة، خلافنا معهم في الرسالة وفي الرسول، وليس خلافا في اللي هو موضوع التوحيد اللي هو المتعلق بالتصور حول الإله. جميل. طيب الآن نحن أخذنا تقريبا مقدمة مهمة حول هذا الموضوع، واتضح لنا فيما يتعلق بمكانة عيسى عليه السلام ومكانة مريم، وأن واجب علينا الآن ما حكم دعوة النصارى إلى الإسلام، وبالذات نصارى إريتريا، ما حكمه شرعا؟ نحن الآن نعلم أن الحق مع القرآن الكريم ليس تعصبا، وإنما هذه هي الحقيقة. نعم. هو الحق كما تفضلت أن كلمة الله الأخيرة. نعم. كلمة الله الأخيرة وكتابه الأخير الذي ورد. نعم. فما هو حكم دعوة النصارى في إريتريا؟ بعض النصارى يقولون لنا
ما لكم وما لنا، مم. ما لكم وما لنا. مم. فإذا كان نحن مسيرنا إلى جهنم فليذهبوا إلى جهنم، مم. هكذا يقولون. مم. نحن ما موقفنا كمسلمين تجاه هذا الموضوع؟ هل نقبل هذا الكلام؟ هل نقبل هذا الكلام أننا لمجرد دعوناهم فرفضوا دعوتنا وقالوا دعونا نذهب إلى جهنم؟ ما موقفنا من هذا؟ فنريد أن نتكلم الحكم الشرعي الذي يخاطب دعاة إريتريا وعلماء إريتريا في هذا الجانب بالذات. طبعا منذ لحظة نزول الكتاب العزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن البشرية كلها مخاطبة بالدخول في هذا الدين، والمسلمون مكلفون بشكل مباشر في دعوة أي شخص على وجه الأرض، لأن هذه الرسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فخاصية هذه الدعوة التي تشمل الجميع تشمل نصارى إريتريا بهذا الاعتبار، وبالتالي يجب على المسلمين في إريتريا تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى لغير المسلمين، كما أيضا هم مكلفون بتبليغ وتعليم وتربية أهل الإسلام على الإسلام، كذلك مكلفون بدعوة غير المسلمين إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولن تبرأ الذمة بأنه نحن والله نقول هم امتنعوا أو هم لا يريدون أن يسمعوننا، لا، هذا ليس القضية. أنت مكلف بالبلاغ ومكلف بالدعوة ومكلف بأن تصل إلى الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جميل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فنحن مكلفون بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. النتائج على الله، فإن قبلوا أهلا وسهلا، نعم، إن لم يقبلوا نكون أدينا الذي علينا. دعوتهم أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها فرض كفاية، إذا لم يقم بها أحد قد يأثم الجميع. قد يأثم الجميع. نعم، قد يأثم الجميع. يعني إذا وجد من يقوم بجدالهم ونقاشهم وإقناعهم ودعوتهم فالحمد لله، إذا وجد من يقوم بها. طيب جميل، إذا فرض كفاية. نعم. هل الكفاية تحققت اليوم؟ هل الكفاية فعلا تحققت؟ هل هناك دعاة يقومون بدعوة نصارى إريتريا إلى الحق؟ هل طبعت الكتب؟ هل بنيت المعاهد؟ هل بنيت الجامعات؟ هل فعلا قمنا بالنوايا الطيبة، بحسن النوايا؟ الذي نراه حقيقة في الساحة هو مصادمة، هو جدال بغير حسنى كما نشاهد. سؤال هنا، هل فعلا حصلت الكفاية؟ ودائما الصدام والجدال والإشكالات أحيانا تأتي في ظل، يمكن أنا ذكرت قبل كده قضية الصدام منبعها أحيانا يكون الخلاف السياسي. الخلافات السياسية دائما تحول بين الناس وبين قضية الدعوة والتبشير بالدعوة وتحييد، لأنه أنت السياسة بتتداخل فيها الحظوظ الدنيوية، تتداخل فيها المصالح، تتداخل فيها التدبير العام، تتداخل فيها الأثرة أحيانا، أو الأثرة اللي هو أن يكون هنالك من يستأثر بالسلطة والثروة. فهذه التداخلات تؤدي بطبيعة الحال إلى الشحناء، وبالتالي غالبا إذا كان والله هنالك نظام سياسي فيه حالة استقطاب، من الصعب جدا أن تتكلم عن حالة دعوة هادئة فيها اتزان عقلي ونفسي، قد لا يكون بهذا الشكل. يعني دائما بيكون التوتر هو أنا لا أتصور بأن الواجب المنوط بنا والتكليف الرباني بشأن دعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام وبيان رسالة الله سبحانه، لا أتصور أنها تحققت، لا حتى بنسبة بسيطة. ما نقدر نقول والله نحن قمنا بما يجب من دعوة هؤلاء الناس. فليس مثلا اليوم كم عندنا من المتخصصين، مثلا متخصصين بمعنى الكلمة، يعني بلد فيه نصارى يفترض أقل شيء عندك يكون رموز متخصصين مثل أحمد ديدات وغيره مثلا في النصرانية. نعم. كم عندنا؟ ستجد قلة جدا. وبالتالي هذه واحد من قضايا القصور، إنه نحن والله مثلا في إطار اهتمامنا بالدعوة كما نخصص دعاة الإطار الإسلامي، يفترض أن يكون هنالك مساحة واسعة أيضا تعطى للطرف الآخر، وتكون هنالك جهة على الأقل مهمتها الأساسية دعوة غير المسلمين ودعوة النصارى على وجه التحديد. وبالتالي هذه أنا في تقديري قد يكون فيها تقصير كبير وهائل جدا، وبالتالي ما نقدر نقول نحن قمنا بما يجب في هذا الاتجاه. لو نظرنا إلى ما يتعلق مثلا
بطباعة الكتب أو نشر المنشورات أو تفسير القرآن الكريم بلغة القوم حتى نستطيع أيضا أن نخاطبهم، أيضا ستلاحظ في هذا الاتجاه فقر كبير جدا. يعني ربما المحاولات بسيطة جدا اللي نحن نقدر نقول والله قامة. هذا أنا أتكلم الآن طبعا عن الإطار غير الرسمي. الإطار الرسمي ربما مقتنعين بنظرية لكم دينكم ولي دين، بأنه والله لا تهبشون أنا هبشكم. لاحظت؟ بمعنى النصارى يشتغلوا في شغلهم في النصارى والمسلمين يشتغلوا في المسلمين، احتمال هذا، وخصوصا في ظل نظام سياسي حساس جدا من الاحتكاكات مثلا، أو أن يكون في طرف يدعو الطرف الآخر. لكن أنا أقول بالنسبة لمن هو خارج الأطر الرسمية حتى هذه اللحظة لم يكن المطلوب في إيصال هذه الرسالة بالشكل اللي نحن يمكن نقول والله راضين عن أدائنا أو راضين. حتى في إطار رابطة علماء إريتريا لو تذكر، يمكن كنا دائما نتكلم عن أهمية أن يكون هنالك برنامج، وأن يكون هنالك نشاط، وأن يكون هنالك دعوة، وأن يكون هنالك مؤتمر الحوار الديني بيننا وبينهم. لكن كل ذلك للأسف أحيانا تحول الإمكانات وأحيانا لم يتم حتى وبالتالي أنا في تقديري هذا من المجالات اللي خلينا نقول من المجالات اللي يفترض نقول لأهل الخير والمال والسعة أن يولى اهتمام، وأن نقول لشبابنا خصوصا أصحاب الدراسات الإسلامية ومن يريد أن يتهيئوا للدعوة في هذا المجال أيضا يذهبوا في اتجاه التخصص في موضوع معرفة تفاصيل. هل كتبت رسائل علمية ماجستير والدكتوراه في نصارى إريتريا مثلا؟ والله يا أخي ربما أنا قد ما أكون اطلعت عليها، لكن أتصور في رسائل مكتوبة في النصرانية والنصارى في إريتريا. طبعا في بعضها ما رسائل علمية، يعني بعضها كتيبات ربما تكون موجودة. نعم. لكن أنا أعني كذلك هل هناك من كتب باللغة التجرينية في دعوة هؤلاء النصارى؟ أو دعنا نأخذ إلمام عام في الجهود المبذولة لدعوة نصارى إريتريا. كانت هناك أشرطة الشيخ إبراهيم سراج. نعم. نفع الله بها كثيرا، وحصل يعني أن دخل مجموعة ليسوا كثير، لكن بعض النصرانيات وبعض النصارى تأثروا ودخلوا بأشرطة الشيخ إبراهيم. هناك أيضا محاولات من بعض الدعاة كأدم سون والشيخ إدريس وغيرهم في كذا، وقد حصل فعلا الدخول. هناك مناقشات يعني وحوارات حقيقة جيدة أيضا أدت إلى إن لم نقل الاقتناع التام بالدين الإسلامي، ولكن على الأقل أوضعوا يعني بذرة للعودة في التفكير مرة أخرى في دينهم. لكن هذه بالنسبة لأعداد النصارى لو قلنا أنهم يمثلون مثلا 18% من سكان إريتريا، زيدها شوي أقول 25%، أقل شيء. هذا ما تحدث به بعضنا بعد يعني قياداتهم أنهم 15%، وبعضهم قال 12%. نحن نقول 25%. خلينا نقول 25%. 25% معناه من 6 ملايين ومن 7 ملايين لا يقل عن يعني عدد كبير حقيقة. نعم. أقل شيء 1.5 مليونين. أي نعم، أقل شيء مليون ونصف. عدد كبير. ونحن مسؤولين أمام الله عز وجل عنهم. هذه الجهود الموجودة في الساحة لا تساوي ولا 1% يا شيخ حسن. أحسنت، صحيح. أنا متفق معك. أولا خلينا نقول حتى برضو يعني نحن منذ 61 عندما تفجرت الثورة الإريترية لم نرى الاستقرار. يعني عشنا حالة من التهجير وحالة من الفقر وحالة كذلك، فكنا نعاني أصلا في الذات. يعني المسلم كان همه كله كيف يحافظ على المسلمين وتدينهم وحفظهم لكتاب الله وكذا. ثم جاءت بعد ذلك السلطة السياسية الجديدة وحصل أيضا ما حصل، يعني كما لا يخفى عليك. فلم يحصل أول استقرار عادي وطبيعي ونقدر نحن وهم يكون والله الموضوع بتاع التحاور الديني متاح لنا في أجواء من الحرية، في أجواء من التعايش السلمي، في أجواء من حرص الجميع على أنه والله يا أخي الوصول إلى الحقيقة أكثر من قضية المناكفات أو أكثر من قضية الاحتكاكات السياسية. لأن أنا أتصور أحيانا سبحان الله الدعوة نفسها قد تسهل جزء كبير جدا مما نسميه نحن الاحتكاكات السياسية. لو أحسننا الدعوة في وسط هؤلاء الناس ربما ستكون الحالة فيها كثير من الفهم. يعني كثير من الناس مثلا تجده متوتر بسبب أسباب تاريخية وعنده خوف كبير جدا من قضية الإسلام. فأنت محتاج قبل
قبل أن تبين له أحكام الإسلام قد تحتاج ابتداء إلى إيجاد نوع من الطمأنينة النفسية بينك وبينه، هذه محتاجين لها على كل حال. هذه قضية مهمة جدا. نعم. هل يلزم الشعب الإريتري الآن في داخل إريتريا أن يقوم بدعوة النصارى إلى دين الإسلام، أو يكتفون فقط بإظهار دين الإسلام في أحسن صوره؟ هو طبعا أنا أقول إظهار يعني هذه جزئية شيخ حسن مهمة أن تعلق عليها. يعني مثلا إظهار الإسلام في أحسن صورته دعوة. نعم. بغض ماذا قالوا هم؟ آه. النصارى نفسهم، بعض النصارى يحدثني، نعم، يقول يا أخي أنتم قديما كنا إذا اختلفنا نلجأ إليكم. نعم صحيح. فتصلحون بيننا. نعم. وإحنا فيما بيننا خلاف بين الأرثوذكس، نعم، وبين كاثوليك، نعم، وبين بينطي، أيوة صحيح، وبيننا خلاف. كنا نظنكم أنتم على مذهب واحد، فإذا بكم وهابية، وإذا بكم حنابلة وأحناف وكذا، أنتم مختلفين. فهذا حقيقة أحدث لنا صدمة، هكذا قال. قديما كنا إذا اختلفنا لا نأتي بشاهد في المحاكم يشهد لنا إلا مسلم، لأن المسلم كان لا يكذب. اليوم اختلف الوضع تماما. في الجانب إن أنسى فلا أنسى أيضا ما قام به أجدادنا من الزواج ببنات النصارى. كان إذا رغب أن يتزوج بالنصرانية، نعم، يدعوها ويخطبها من أهلها رسميا. نعم. ويقول لها إذا تزوجتك يجب عليك أن تسلمي. فكانت العوائل النصرانية تقبل هذا، وتقول لها أسلمي وحدارك بري، يعني أسلمي وأدخلي في حياة زوجية. فكثير من الأسر أمهاتهم أصولهن إيش؟ نصارى، وأسلمت وحسن إسلامها. هذا حقيقة كان يعني إن يكتب في التاريخ لآبائنا. اليوم هذا غير موجود. هذا يا شيخ حسن اليوم غير موجود. صح، تغيرت. أحد الإخوة مسؤولين كبار في النظام الإريتري يقول لي أن لما ذهبنا نزور إحدى الرؤساء من مجموعة ال15، وزرناه في بيته ووجدنا زوجته على نصرانيتها ما تغيرت، وبنفس اللبس وبنفس الغير إسلامي طبعا. فقلنا لها يا ابنتي لماذا لا تدخلين في الإسلام؟ قالت قبل أن أدخل أنا دخل ابنك، فأدخل ابنكم في الإسلام. صح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجزئية أريدك أن تعلق عليها بعمق يا شيخ حسن. ربما الآن المسلمون في إريتريا إذا دعوا إخوانهم النصارى صارت مشكلة كبيرة، لكن هل يكتفي المسلم بأن يكون مسلما فعلا في دينه كافي أن يدعو أخاه المسلم؟ نعم. هو على كل لا يغني هذا عن هذا، لكن الأولوية لو أردنا أن نقول ما هي الأولوية في هذه اللحظة الراهنة، هو أن يستقيم المسلم على إسلامه. لأنك متى ما دعوت الناس وأنت تناقض تعاليم دينك، أو الغالبية المسلمة تناقض كثير من التعاليم التي نتكلم عنها، فإن في ذلك فتنة للناس. نعم. كن فتنة لهم. صحيح. يقول لك أنت والله تدعو إلى شيء وأنت لا تؤمن به، أو أنت لا تطبقه. نعم. فالأولوية في تقدير التي يفترض أن تكون الساحة، وزمان أصلا أنت تعرف التجار كانوا بأخلاقهم، ما كانوا دعاة، كانوا تجار، لكن أخلاقهم هي التي كانت تدخل الناس في الإسلام. أمانتهم، عدم أكل أموال الناس بالباطل، الصدق، إلى غير ذلك من الصفات اللي كانت تجعل الآخر ينجذب إلى هذا الدين، يقول والله ماذا وراء هؤلاء. اليوم نحن كما تفضلت، إذا كان والله الفواحش، مسلمون يرتكبون الفواحش. إذا كان المنكرات الخمر يشربون الخمر. إذا كان قضية الصلاة كثير من المسلمين لا يصلون وهو يراك، أنت تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان جاء الصوم أنت لا تصوم. فإذا أنت عندك مشكلة مع دينك ابتداء. فالأولوية بلا شك الحفاظ على رأس المال أكثر من قضية أن تكسب. لا، ليس قضية الحفاظ على رأس المال. المشكلة النصراني يراك على ضلال، كيف سيقتدي بك؟ أحسنت. هل نحن بهذا، إذا كنا نحن والعياذ بالله في إريتريا المسلمون، إذا كنا سببا في إضلال النصارى، هل سيسألنا الله عز وجل عنهم يوم القيامة؟
المسلم الإريتري مقصر في دينه، أدى ذلك إلى عدم التفات النصراني إليه. أن النصراني والمسيحي متى يلتفت إليك؟ لما يراك كما تفضلت على الإسلام في أخلاقك، في تعاملك، لا تكذب، لا تغش، لا تشرب الخمر، لا تفعل الزنا. وإذا كان هناك خصام حصل بينك وبين النصراني، فإنك إذا كنت عليك الحق فتذهب إلى بيت فردي اللي هو المحكمة فتقول الحق له، هذا الرجل الحق له، أنا غلطان. هذه الأخلاق حينما يراها النصراني يتأثر. إذا رأى العكس، إذا رأى العكس هل ممكن يتأثر فيدخل في الإسلام؟ ما يمكن، إذا سيبقى على ضلاله. السؤال هنا الآن، هل المسلمون آثمون بعدم تمسكهم بدينهم الذي أدى إلى إضلال النصارى؟ لا شك المسؤولية موجودة شيخ برهان، مسؤولية موجودة. يعني مرة أنا أتذكر يعني سمعت عن شيخ سوداني بأنه لا يكفر النصارى ولا يكفر الغربيين، قال يعني كلام كثير. فذهبت إليه في بيتي قلت له: يا أخي يقال عنك أنك لا تكفر اليهود ولا النصارى. قال: ما قلت ذلك، لكن قلت بأن هذا النصراني في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا الذي يرى الشاب العربي وهو يلاحق الفتيات في الشارع، ويرى الشاب العربي وهو يعاقر الخمر، ويرى الشاب العربي وهو يكذب، ويرى الشاب العربي وهو يسرق قال: قلت هذا إذا أخذ انطباع عن الإسلام، انطباع عن الإسلام بناء على هذه الشخصية قد يكون معذورا عند الله، ويتحملها من الآن كما تفضلت، يتحملها هذا الذي شوه دين الله سبحانه وتعالى. فنحن بلا شك في تقصيرنا، يعني إذا كان الأصل أن ندعوهم إلى الله، وأن نكون قدوة لهم، وأن نكون حملة هذا الكتاب، وأن نكون كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وأنت عكست القصة. اللهم لذلك لما الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أنت. ليش جعلها كبر مقتا؟ صحيح، لأنها تصد الناس عن سبيل الله. أنت مش كفرت في نفسك فقط، لا، أنت صديت الناس عن سبيل الله بأخلاقك، صديت الناس عن سبيل الله بتصوراتك، صديت الناس عن بمعاملاتك. فهذه بلا شك سيكون المسؤولية كبيرة عند الله. ولذلك أنا أقول المسألة ليست في أنه نحن والله فقط انحرفنا عن ديننا، ولكن قد نكون تسببنا بضعفنا هذا وبهواننا هذا في أن الآخر لا يستطيع أن يحتمل. حج موسى رحمه الله، حج موسى محمد نور، نعم، الذي قتل في سجن النظام، نعم، حكى لنا بعض الإخوة قالوا أن امرأة نصرانية عجوز كان يحسن إليها هذا الحاج حج موسى. طبعا حج موسى كان هو رئيس هيئة الإغاثة في إريتريا قبل في أيام الدرقي. فلما دخل النظام فألغى طبعا، الله المستعان. فكان هذا حج موسى يثني على هذه المرأة، فماذا دعت له بنصرانية وهي على نصرانيتها؟ قالت له: موسى موسى كوخب كن. كوخب كن يعني كن كالنجم. يا الله. أي قالت له: موسى كن كالنجم. هذا كلام تقريبا يعني قبل 20 سنة، قبل وفاته ب10 سنوات تقريبا. قالت له حج موسى كوخب كن، أي كم كوخب كن يعني كن كالنجم. فسبحان الله مات وفعلا صار نجما مطلعا. أنا ذكرت هذه القصة تأثر النصارى بالعمل الخيري من قبلي. طيب هذه الجزئية أيضا مهمة شيخ حسن تعلق عليها. هل نحن في الشؤون الإغاثية نخصص الإغاثة فقط للمسلمين أو داخل في ذلك النصارى؟ ماذا يدعونا الإسلام؟ الإسلام نفرق فيه بين حالتين في أحكامه ما يتعلق بالصدقات. الزكاة التي لها علاقة مباشرة بالمسلمين ابتداء، هنالك نصيب ممكن أن يكون لغير المسلمين في صنف معين، هذه الزكاة. أما باقي الأشياء اللي هو باقي الإنفاق الذي له علاقة بالضعفاء، له علاقة بالمساكين، له علاقة بالأرامل، له علاقة بالمطلقات، له علاقة بالمشردين، الإسلام يأمرنا أن ننظر إلى كل كبد رطبة يجب أن نتوقع أن من ورائها أجر. ما دور المؤسسات الخيرية في المخيمات وفي غيرها؟ في طبعا المهاجرون من النصارى موجودين أيضا في مخيمات السودان. نعم.
هل قاموا فعلا بدعم إخوانهم النصارى إن صح التعبير يعني؟ على كل أنا حسب تصوري المنظمات لا تميز لا تفرق لا تفرق ولا يعني تميز في عطائها ما دام أن الأسرة داخل هل هناك تقارير كتبت في والحوض. هذا؟ والله المنظمات قد تكون كتبت، أنا الآن ما يحضرني، لكن أتوقع أنها كتبت. طيب نشكر المنظمات الإريترية من هذا المنبر على ما قدموا به، نشكرهم حقيقة لهذا الموضوع. يبقى يا شيخ حسن الآن بالفعل هناك تعايش سلمي بين الأسر الإريترية مسيحيها ومسلميها، هناك تعايش الحمد لله، يتقاربون، لكن ليس هناك دعوة، ليس هناك دعوة حتى الآن. لم يتم هناك برامج دعوية توعوية حتى نختم. أنا حقيقة مبسوط جدا من هذا البرنامج، لذلك ما التفت إلى الوقت. اي والله. وعليه نريد أن نركز ما البرامج التي يجب علينا أن نعمل بها. يعني تفضلتم في أن المسلم في إريتريا يكفي أن يكون مسلما، يعني المرأة المسلمة يكفي أن تكون متحجبة عفيفة طاهرة صادقة عفيفة وصادقة. هذه دعوة لأختها وجارتها النصرانية. هذه متحجبة عفيفة ما تذهب مع الشباب، النصرانية تذهب مع الشباب وتفعل في فرق كبير. هذا الفرق. لكن المسلمة إذا شاركت مع هذه فتذهب إلى السينما معها وتذهب، كيف ستدعى؟ مشكلة كبيرة، صحيح. مشكلة. ولذلك احنا نخشى أن يضاعف علينا الإثم. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. المسلم ينبغي أن يكون مسلما بحقيقته. ما الواجب على العلماء والدعاة؟ ما هي البرامج التي ينبغي أن يعملوها؟ وبها نختم إن شاء الله. الله يجزيك الخير. أولا واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يسقط بحال، سواء كنا في حالة حرب أو كنا في حالة سلم أو كنا في حالة تجاذب وتشاد، لكن الدعوة إلى الله يجب أن تظل مستمرة ما بقي الإنسان على قيد هذه الحياة. وهنالك فرص بطبيعة الحال كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يقوم بها. فالذي لا يجيد الخطابة ولا يجيد الحديث المباشر، السلوك الذي تحدثنا عنه، سلوكك مع غير المسلمين، السلوك الصادق، السلوك الأمين، السلوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يعرف بأنه الصادق الأمين مثلا، فكيف بعد أن جاءت الرسالة؟ فاقتداء الناس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه نمط من أنماط الدعوة. النوع الثاني، أنا أعتقد أننا بحاجة إلى إبراز مجموعة من النخب والدعاة الذين يتخصصون في هذا المجال، جدالا وتحاورا وكتابة وتفسيرا، حتى نستطيع فعلا أن نخاطب الطرف الآخر بمن. النقطة الثالثة، يبدو أيضا من الأشياء اللي في تقديري محتاجين إليها، محتاجين إلى عقد مؤتمرات مشتركة. جميل. حتى أيضا نزع فتيل التوترات الدينية. الصراع السياسي دائما يظل مستمر، لكن من العقل والحكمة أن لا تترك المجتمعات للمستقبل المجهول المرتبط بالنظام السياسي، اللي هو والله هذه الشحناء والشحن. طبعا اليوم ترى السوشيال ميديا ملام بالشحن، الشحن الطائفي وغيره يعني. فإذا كان العقلاء من الطرفين أو ما يسمى علماء الإسلام ورجال الدين من الطرف الآخر جلسوا وحاولوا إنه والله يا خلاص نحن في نهاية المطاف هكذا وضعنا، هنالك أهل إسلام وهنالك نصرانية في المنطقة، ولكن ما يهمنا هو إذا حصل أي شيء للنظام يفترض حول مستقبل البلاد لا يكون مرهونا بسياسات النظام أيا كان نوعه. جميل. فهذا أيضا أنا أتوقع، والواحد يأمل حقيقة منه رابطة علماء إريتريا تقوم مثلا بهذا الدور الذي فيه بإذن الله عز وجل نفع للناس يعني. النقطة الثالثة وهي التي أخيرا وأختم بها، هو بذل الإحسان. بذل الإحسان هذا أيضا من الأشياء التي سبحان الله، ذاك الغلام الذي كان في اليمن الذي كان يتردد على الراهب والساحر، لاحظ كانت القضية التي جعلت يلتفت إليه جميع الناس ويؤمن به بعد ذلك هو الإحسان. كان طبيب يقدم الطب ومهنة الطب، ولكن يبدو لي كل ما يقابل المرضى أو كذا يعطيهم جرعة حول أنه ليس هو الشافي وإنما الشافي هو الله. كانت هذه قضية أساسية، الشافي هو الله. ولكن المعاملة التي كان يقوم بها هذا الشاب أدت إلى أن كل المجموعة بعد ذلك تنتقل إلى دائرة الإيمان اللي نزلت فيهم سورة البروج. فأيضا قضية الإحسان ومعاملة الناس بالتي أحسن
والاقتراب من الناس بعيدا عن أي حساسية طائفية فيما يتعلق بالبعد الإنساني. هذه أيضا أتوقع أن تكون واحدة من العوامل الكبيرة والمهمة جدا. أخيرا، إذا كان هنالك من شيء يمكن أن يقال أيضا في إطار السياق السياسي، كلما قامت القوى السياسية بنزع فتيل التوترات الطائفية والصراعات السياسية، أيضا هذا يساعد بطبيعة الحال على الاقتراب وعلى التواصل مع الآخر. يعني هذه تقريبا بعض القضايا اللي الواحد ممكن يشير إليها. بارك الله فيكم شيخنا سلمان. مشاهدينا الكرام، أختم هذه الحلقة بالآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية الكريمة نداء لأهل الكتاب نصارى إريتريا بمراجعة كتاب ربهم القرآن الكريم الذي أرسل إليهم، ومراجعة سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مع عيسى عليه السلام. كذلك أذكر إخواني الدعاة والعلماء المسلمين بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأذكرهم أيضا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه الآية العظيمة أيضا أذكر بها. فواجبنا نحن كدعاة وعلماء ومفكرين أن ندعو إخواننا النصارى في إريتريا إلى دين الحق، دين الإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن قبلوا فأهلا وسهلا، وإن لم يقبلوا الدين الذي علينا حتى لا يحاسبنا الله عز وجل يوم القيامة، لأن الدين عند الله الإسلام. مشاهدينا الكرام، أشكركم بحسن المتابعة، كما أتقدم بشكر جزيل فضيلة الشيخ حسن سلمان، والشكر موصول للكنترول، والشكر مرة أخرى لكم على متابعة هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الخير وأن يمكننا لدعوة إخواننا النصارى إلى الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.